وأخيرا بعد عودة قوية جدا للمسلسلات السورية في رمضان 2023 وتفوقها بشكل واضح على المسلسلات المصرية، تساءل الكثيرون عن سر هذه العودة القوية للدراما السورية. وبعد بحث وتدقيق في أعمال السنوات السابقة توصلت إلى إجابة صادمة ومفاجئة، وهي ببساطة الابتعاد عن المسلسلات المشتركة التي كانت تفشل في جذب الجمهور العربي لمشاهدتها. فإذا دققنا جيدا سنرى أن الأعمال المشتركة عرضت هذا العام كما تعرض في كل عام بدون أي نجاح يذكر كما يحدث دائما، وذلك لأسباب عديدة. أولها اختلاف اللهجتين في مسلسل المفترض أنه يتكلم عن عائلة واحدة، وأيضا ضعف الأداء من بعض الممثلين اللبنانيين مقارنة بالممثل السوري المحترف والذي ينافس فناني هوليود في أدائه لأي دور يقدم له. وثالثا التصريحات المستفزة من بعض الممثلين اللبنانيين أن مشاركتهم في الأعمال السورية هي السبب في نجاحها، وهذا ما أغضب الجمهور وابتعد عن مشاهدة هذه الأعمال. ما رح أطلع أنا مع نجم سوري ولقمه جمل تيكون هو يعمل نجم على حسابي. بدك يعني انه بهدل اسمي وفوت بحي الله عمل؟ هي ما بتلاقي الممثل السوري اشطر من اللبناني؟ لا ابدا. اضافة الى ان اغلب هذه المسلسلات تعتبر تقليد اعمى للمسلسلات التركية، ولكن بطريقة سيئة جدا وبعيدة عن العادات والتقاليد للمجتمع العربي. وطبعا مسلسل غير مشترك ليس معناه ان من يشارك به فقط سوريون، فهناك الكثير من الممثلين غير السوريين والذين حققوا نجاحا كبيرا في هذا العام، بل أن يكون يحترم عقل المشاهد.